أنا ليه حاسس إني لوحدي مع إني مش لوحدي؟ علماء النفس قالوا إن أصعب شيء في العلاقات مش الخلافات والنزاعات. أصعب شيء لما تحس إن أنت وحيد رغم وجود شريك معاك في الحياة. تخيل تكونوا بتتكلموا مع بعض وبتخرجوا مع بعض وبتاكلوا مع بعض وجواك صوت بيقولك أنا وحيد. الحل إيه للإحساس ده؟ الحل إن كل طرف يقول لشريك حياته كل احتياجاته، وليه حاسس بالوحدة، وليه حاسس بإن هو ملهوش سند أو مش حاسس بالأمان رغم إن إحنا عايشين في بيت واحد. خلوا فيه أمان في الحوار. اتكلم وافهم، علشان سكوتك مش دايما شريك حياتك بيكون فاهمه. اتكلم عن اللي جواك وافهم شريك حياتك هو كمان بيفكر ازاي. كتير من الرجالة تقول أنا بحاول أشتغل وبتعب نفسي علشان أسد احتياجات البيت، وهي ما بتسألنيش أنت تعبان، أنت قلقان، أنت كويس. هي في وادي وأنا في وادي. وهي تقول أنا شايلة البيت وبربي الولاد وبعلمهم وبذاكر لهم وبشوف في أكلهم وشربهم، وهو مش حاسس بيا ومش حاسس قد إيه أنا مخنوقة. مش هنفضل في الدوامة دي. انتوا عايشين في بيت واحد وخدتوا قرار ان انتوا تكملوا مع بعض. خليكوا صراحة، علشان الحياة مش ناقصة كلاكيع. الحياة مش ناقصة توتر ما بين الطرفين اللي عايشين في بيت واحد. اللي حاسس إن هو مش قادر يعبر عن نفسه لشريكه ومش عارف يحل مشاكل العلاقة لوحده، ما يترددش إن هو يطلب مساعدة من متخصص يساعده إزاي يعبر عن نفسه وعن مشاعره. لو الموضوع عجبكم سيف وشير، وأتمنى متابعته.